هنكمل الفيديو ده شرح أمثلة الفخاخ العقلية أو أساليب التفكير الخاطئة وإزاي تخرج منها. بس قبل ما تكمل ضروري جدا تحضر الأول فيديو كيف تتعامل مع مشاعرك السلبية، واللي هيظهر هنا أو هنا على الشاشة، لأنه الأساس اللي هنتعامل بيه مع أساليب التفكير الخاطئة. فيلا نبدأ. أول مثال هو التفكير القطبي، وهو من اسمه إنك شايف نوعين بس من الناس والمواقف، يا كل الناس وحشة يا كل الناس كويسة، يا كل الناس عايزة مصلحتها يا كل الناس غلبانة وبيضحك عليها. ده أكيد غلط، لأن كل حاجة ليها مميزات وعيوب، كل حاجة ليها وعليها. فأنت كده بتتعب نفسك في توقع نتائج كاملة من أشخاص غير كاملين. وحل الأسلوب ده إننا نقبل بواقع الظلال الرمادية، مش على طول في أبيض يا أسود. يعني ممكن يكون شخص خدوم بس عصبي في نفس الوقت، فايه المشكله؟ يعني اسال نفسك كده 3 اسئله علشان تختبر انهي اسلوب صحي فيهم. اولهم هو انا عادل ان لما افكر باسلوب بالطريقه دي ان كده حصرت كل الناس في نوعين بس؟ وهل في حاجه كويسه 100% او وحشه 100%؟ وانا بخسر ايه لما بختار اني افكر بالطريقه دي؟ هات ورقه وقلم واكتب اجاباتك وشوف الصح بقى. ثاني اسلوب بقى هو التفكير الكوارثي. يعني يا معلم كل حاجه هتبقى وحشه، مفيش حاجة هتتصلح، اللي فات كان وحش واللي جاي أوحش. أنا شخصيا بحشر ناس زي كده يوميا، وما أقولكش بتنبع منهم كمية طاقة إيجابية تخليني أنتحر. بص أنا مش هقولك خليك إيجابي والكلام ده، بس الصراحة يعني هتستفيد إيه لما تفكر بالطريقة دي؟ ليه بتأذي نفسك بالأسلوب ده؟ وبعدين يعني صدقني هتفضل تشتكي هيفضل محلك سر، والأسوأ اللي متوقعه هيجيلك أسوأ منه علشان انت مش بتشكر. بص انا بحب دايما الواقعيه، يعني اسال نفسك هل الموقف اسود للدرجه دي ولا في احتمالات تانية انا ما بصيت لهاش؟ هل ممكن موقفي يتحسن باي شكل من الاشكال؟ زي ما قلت لك لو مش هتقدر تكون ايجابي خليك واقعي بس ما تكونش سلبي. ثالث الاساليب الخاطئه هي قراءه الافكار. يعني انا عارف انت بتفكر بايه وحاسس بايه من غير ما اسالك اصلا. يعني بحط نفسي في موقف المعالج النفسي ذو الحناكه، وقبل ما اشوف صاحبي واساله انت ليه متضايق بقول له انا عارف انت ليه متضايق على فكره عشان كذا وكذا حصل، وهو يفضل يهز في راسه طبعا ومستنيك تخلص علشان يمشي ويستنى اللي يعرف يسمعه فعلا ويسال بطريقه كويسه وصح. فخليك انت الشخص ده، وبدلا من وضع الافتراضات التانيين بيفكروا في ايه تمهل واسمع واسال. رابع اسلوب تفكير خاطئ هو وضع القواعد الصارمه. يعني شايف ان الموضوع ده لازم يمشي بالطريقه دي بس ومفيش طرق صح تاني، او يعني تحط قواعد صارمه عامه في حياتك. يعني لازم اصحى يوميا الساعه 7 الصبح، ولو ما عملتش كده يبقى انا فاشل. فالحل خليك مرن مع نفسك وفي اسلوب تفكيرك مع الاخرين. هات ورقه وقلم برضه واسال نفسك وانت جاوب برضه، هو انا هستفيد ايه لما افكر بطريقه القواعد الصارمه دي؟ النفع اللي هيعود عليا؟ طيب يا ترى هستفيد ايه اكتر لو خليت نفسي مرن في اسلوب تفكيري؟ واسال نفسك سؤال ثالث، كيف ممكن اكون مرن اكتر بحيث اكون اكتر راحه وسعاده مع نفسي ومع الاخرين؟ خامس اسلوب تفكير خاطئ هو التفكير الانفعالي، والصراحه انا اكتر حد بقع فيه، وهو انك بتاخد مواقف بناء على مشاعرك في الوقت الحالي. والمشاعر وحدها اصلا هي مرايه خاطئه نحكم من خلالها على المواقف والاشخاص من حوالينا. والصح انك تفكر تفكير عقلاني. يعني الصح وقت انغماسك بالمشاعر اهدى كده شويه وما تاخدش اي موقف، احكي وفضفض مع شخص حكيم، واسال نفسك كده كانك من بدأ الموضوع، هو ايه الدليل ان احكامي صح 100%؟ وهل في تفسير آخر لشعوري بالشعور ده؟ سادس طريقة تفكير سلبية والأخيرة وهي الوصم. يعني بتلزق في نفسك وفي الآخرين أحكام سلبية من غير ما تبص على كل الحقائق حوالين الموقف. يعني تسأل نفسك مثلا هو ليه ده كله بيحصل معي أنا؟ عشان انا فقري. والحل خليك برضو واقعي، ما تصدرش اي احكام واسال نفسك هو انا كده منصف بتفكيري بالطريقه دي؟ دول كانوا كده 6 امثله مشهوره لاساليب التفكير الخاطئه اللي انا وانتو كلنا بنقع فيها. الفيديو اللي فات ناقشنا 5 امثله منهم، فتاكد انك تحضره من الاي اللي هتظهر هنا او هنا على الشاشه. وعايز انبه في الاخير انك ما تزعلش من نفسك لو انت واقع باسلوب تفكير من اي الاساليب دي، ازعل لو انت هتكمل فيها بعد ما عرفت انها غلط. وفي الاخر ده رأي علم النفس مش رأيي انا. لو محتاج اي مساعدة او حابب اتكلم في اي موضوع جديد اكتب لي تحت في الكومنتس، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير. اشوفك الفيديو اللي جاي يا بطل.
سلام. لو محتاج اي مساعده او حابب اني اتكلم في اي موضوع جديد اكتب لي تحت في الكومنتس وانا اكون مبسوط اني اعمل ده. وما تنساش في الاخير تعمل ايه؟